ايه. انا اول واحد كنت وقايل له احنا دلوقتي انا ضد صفقه، انا ضد صفقه، لا ضد صفقه دخلت النادي الاهلي. قلت الموضوع ده احنا ما كناش محتاجينه. بص يا كابتن مين؟ شريف، انت عارف. لا قول لي مين يا كابتن. قلت لك مين؟ امام عاشور. لا زيزو اكيد هيقول على زيزو، بس هو مين يرفض زيزو يا كابتن؟ حد يرفض زيزو يعني في التوقيت اللي زيزو يعني ده انا الوضع اللي جه بالشكل ده كان فري كويس. كان اي حد ياخده، فهمتني قصدي ايه؟ بس لما جه كان في استقرار في الفرقه غير طبيعي. فرقه فيها تيشيرت احمر، فيها لعيبه سافرت كمان. يعني انت اللعيبه اللي مشيت واللعيبه اللي دخلت الناس كلها بتتكلم على كواليتي. اللعيبه دي كان حتى وهي بتبطل عندها 33 سنه، عندها 31 سنه. واحد راح دبي، واحد راح مش عارف السعوديه، قطر، أكرم واحد توفيق. يعني كل دول كان فيهم الروح اللي انت لما تيجي يلعبوا بكره معاك تبقى مطمن ان دي لعيبه النادي الاهلي. في لعيبه دخلت عليك. معلش يا كابتن طب شريف، في لعيبه جت لا واللي ازاي يا وائل، بقول لك ايه، في لعيبه جت ما لعبتش. اقول لحضرتك على حاجه مطرح الناس دي في لعيبه جت ما لعبتش. بص يا كابتن عشان الناس، عشان الجمهور يفهم. اولا زيزو لعيب كويس جدا طبعا، لعيب محترف، لعيب مؤدب طبعا، ملتزم جدا. ماليش دعوه انا بكل اللي انت قلته. لا انت كده بتحملني. لا انت كده بتحملني. لا انا عايز اوضح للجمهور انت مش تقصد لعيب ايه كويس. لا لا هو يقصد طريقه الصفقه وفلوسها. ما هو ده اللي انا عايز اوضحه. زيزو دخول زيزو مش يا كابتن شريف، ما هو ده اللي انا عايز اوضحه. عايز اوضحه. انا زيزو هتكلم عليه. القصه كلها في قصه ماده. فهي مش ذنب الولد، خلينا متفقين. زيزو كان في الزمالك نجم الزمالك طبعا، راح النادي الاهلي تحس ان الامور مش احسن حاجه. صح، مش الزمالك. لازم نعرف حاجه بقى، ان السبب في ده كله هو مش لعيبه داخل الملعب، هو نظام داخل الملعب ما كانش موجود في السابق من بدايه حتى دخول امام عاشور. خلينا متفقين، ما حدش يقول لك اصل امام كان بره فكان مش عارف ايه لما دخل عندنا بقى ايه القصه دي. لا هو امام هو ما كانش ده سيستم الاهلي، ما كانش سيستم ثانيه بس هو امام هو بيكسبني كويس. لا استنى بس، هو الاهلي خد بطولات يا امام جه خد بطولات. سيبك من البطولات. امال انت بتقول انت بتقول زيزو كان عندك نجم. ما انا عايز اسالك، ما انا بقول لك انت بتقول زيزو كان عندك نجم. يا وائل انت بتقول زيزو كان عندك نجم صح ومكسر الدنيا. زيزو يا باشا كان عندك، كنت صاحب كوره. ده كان بيلعب الاوت وبيلعب الكورنر وبيلعب البنالتي وبيرفع الكوره وبيروح يشوطها. مفيش حواليه حد زي النادي الاهلي. بص لا مفيش حاجه اسمها مش حواليه. لا ازاي؟ استنى بس انا اقول لك بس. هو ده معناه هو زيزو كان مع فرجاني الساسي وكان طارق حامد وايام بن شرقي لما كان بيلعب. زيزو كان ظاهر. مفيش حاجه اسمها لا يا وائل مفيش حاجه اسمها واخد الكوره. هي نفوس لعيبه انا بكلمها لك بامانه. زيزو ده نفوس وحشه. دي فلوس لعيبه، نفوس لعيبه. من زيزو ولا من اللعيبه الثانيه؟ لا من اللعيبه الثانيه. حلو، يبقى مين اللي اثر عليه؟ ما هو مين اللي اثر؟ انا النهارده ما انا بكلمك. هو زيزو ولا بيزيرا؟ طب انت مش سايبه في حاله لحد النهارده؟ وائل جماهير مع بعض بيزيرا ولا زيزو؟ في الوقت الحالي بيزيرا. ومين صاحب الكوره في نادي الزمالك دلوقتي؟ مين صاحب الكوره؟ هتقول بيزيرا؟ امال مين؟ طب شيل بيزيرا من الفرقه مش هتوصل لل 18. يعني انت لعيب يعني ده معناه لا بص انت انت بتكسب اليومين دول يا وائل. انت قلت كلمه حلوه، انت قلت احسن نتائج الوقت الزمالك عاملها صح؟ بفضل مين؟ ربنا الاول ثم بزيرا ثم جماهير الزمالك وشكرا. لا ولاعيبه وروح اللعيبه. لا ولاعيبه وروح ايوه روح. لا مفيش كده. بس مين اللي بيوصلك؟ لا استنى بس، مين اللي بيوصلك؟ مفيش لعيب بيلعب لوحده. بقول لك ايه، بيزيرا لاعب. بيزيرا وصلك نهائي. هو يفرق لكن مفيش لعيب يلعب لوحده. بيزيرا لو اتمسك انت ما عندكش خطوره. وده اللي حصل في ماتش الاهلي الاولاني. انت بتشوط الماتش الاولاني عمل ايه؟ لا ماتش انبي لما الولد اتمسك والبتاع يا وائل. ماتش انبي عمل ايه؟ بس عايز بس